حلقة النهاردة بتتكلم عن حلقة الدارك ويب، مسلسل ساعته وتاريخه. شكرا لعمرو سلامة، شكرا للمؤلفة، شكرا إسلام خالد اللي أبهرنا بأدائه بجد. عمر حسين ابن بلد السويس، يعني هو طلع في مشهد بس يعني ما شاء الله عليه، يعني من أحسن الناس اللي أنا شفتها بتمثل هنا في السويس. بيعرف يمثل بعينه بجسمه، يعني ما شاء الله عليه، ربنا يكرمه، وأنا شايف له مستقبل حلو إن شاء الله. سليمان عيد، يعني نقول شكرا سليمان عيد. يعني هو برضو ما عجبني، حاسس إن الناس اللي طالعة من كاستنج بتغطي على الناس اللي هي المفروض الطب ده بجد والله. يعني أستاذ سليمان عيد بقاله كتير في التمثيل، كتير قوي، بس بحس إن الناس اللي طالعة دي بتغطي على ده أي حد. أستاذة ركنية البهية غطت على على أداء أستاذة ميان السيد في حلقة نيرة أشرف. يعني بجد الناس دي الله أكبر عليها، الله أكبر عليها بجد، يعني ربنا يكرمها إن شاء الله. أنا شايف لهم مستقبل كويس يعني. حلقة بقى الدارك ويب بتتكلم عن إيه؟ من اسمها بتتكلم عن الدارك ويب اللي إحنا كلنا عارفينه، الموسوعة المظلمة. حاجة محدش فاهم لها هي بتتكلم عن إيه. في حاجات كتير قوي، تجار مش عارف أعضاء، تجار إيه. حلقة النهاردة كانت بتتكلم على تجار الأعضاء في دارك ويب. إسلام خالد كان طالع بدور زازا، شاب من منطقة عشوائية. و يعني هي ده اللي أنا استنتجته لما اتفرجت على الحلقة، يعني عامة دي بتبقى، يعني عرفت الشخصية بتتكلم عن إيه، والشخصية إيه أبعادها والحاجات دي. ماشي. وصاحبه التاني حيرم، ولا مش عارف كان اسمه حيرم تقريبا، حيرم، اللي هو عمر حسين. بيتكلم عن إيه بقى؟ سليمان عيد دكتور، وبياخد مثلا العيال الصغيرة وبيقطعها وبيصورها فيديو، وهما بيقطعهم بيبيعوهم أعضاء، وبيبعتوا الفيديوهات دي لناس تتفرج عليها. في ناس بيبقى عندها متعة الفرجة على حاجات زي كده، أنا مش فاهم ازاي. وبيقولك بيشتروها بالملايين. اللي هو انتوا ازاي عقلكوا يهيألكوا حاجة زي كده؟ ازاي عقلكوا يهيألكوا ان انتوا تشوفوا طفل قدامكم او حتى واحد كبير بيتقطع وبيبقى عندهم يعني إثارة بالموضوع ده؟ انا مش فاهم ازاي، بس يعني ما علينا. فالحلقة بتدور كله في الموضوع ده. انا عن نفسي يعني هشكر تاني عمرو سلامة، وهشكر اسلام خالد وعمر حسين وسليمان عيد. شكرا للناس دي بجد. انا بجد المشهد الفينالي بتاع الحلقة، يعني حسيت بكمية صدق من اسلام خالد ما بتطلعش من اي حد بجد. فيعني مستني الحلقات الجاية واشوف بقية الناس المبدعة ان شاء الله في البرنامج، واشوفكم في حلقة جديدة. يلا سلام.